السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا الجزائريين والجزائريات، راني وسلم عليكم كثير كثير. اليوم حبيت نجيب لكم هدية. قبل ما نعطي لكم هدية نحكي لكم شوية على هذا الإنسان اللي راكم تشوفوا فيه، هذا الدجال اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة، جوزيف كاريداوي. تعرفوا أنه كاين تسمعوا باليهودية الصهيونية، قاع نسمعوا بها اليهودية الصهيونية، وعندنا المسيحية الصهيونية تسمعوا بها كثير. هذا الدجال هذا مؤسس الإسلام الصهيوني، يعني أخذ كلمة الإسلام باش يستعملها في الصهينة. وهذا الإسلام الصهيوني ماهوش من الدين تاعنا أصلا، يعني عدو للدين تاعنا، عدو للإسلام. يعني نفهمكم، نعطيكم واحد المعلومة معناها من مصدر مطلع. هذه المعلومة من عند الإنسان تقول أنه فيه أكثر من 100 يهودي صهيوني يتخرجوا من جامعات الشريعة في العالم العربي. أكثر من 100. يعني هاد اليهود الصهاينة هذو يتخرجوا من عندنا، يقرأوا الدين تاعنا ويتخرجوا من عندنا أئمة، يعني باش تعرفوا الآن كيفاش الأخر. لكن أنا الهدية هذه اللي جايبها لكم، هذه الهدية يعني فاكسان. تخيل إنسان يجيب لك فاكسان يهديها لك، يعني التطعيم ضد البوحمرون. هذه باش معناها تقدروا تواجهوا بها هاد الخوارج هذو، هاد النوع، هذا الإنسان هذا. المهم، هذا العالم الكبير هذا اللي قال أمريكا قال لها يجب أن تقفي وقفة لوجه الله وتضربي دمشق. سبحان الله، أو كبير يا زي، أو كبير يا جماعة. المهم، هذه الهدية راح نعطيها لكم الآن باش يعني الأتباع تاع هذا، لأنه هذا ما يحكيش معكم، هذا الدجال الكبير جوزيف كاريداوي، باش الأتباع تاعو اللي راهم عندنا في فيسبوك يجوا يتفيقوا منا ويطيروا دايرين روحهم حاجة كبيرة منا، باش يعني هذا الفاكسان مع اللي يجي تعطيه كف بهذا الفاكسان. المهم، هذا الفاكسان شنو هو؟ برنامج. هذا البرنامج اسمه جوامع الكلم. تبع مليح معي، صح؟ اطلع يا سي جوامع الكلم. ما بين ما يطلع جوامع الكلم هتشوف نديروا له موافق هنا. هذا مليح، هذا تربحوا به الاجر حتى لما توزعوه. المهم، هنايا اكتب في الجوجل جوامع الكلم، جوامع الكلم. ها، يلا اعطينا هذا. عدي الانترنت شويه ثقيله، معليش. المهم، هاو جوامع الكلم. استنى يطلع هذا السيت، البرنامج طلع. يلا استنى ننزلوه باش نعطيكم الويب سايت منين تنزلوه، تشرفوا. هاو ندخل جوامع الكلم، تنزل تحت. هاو عندك هنا التحميل، تحب تحمله بالاجزاء ولا تحب تحمله كامل. فيها 1 جيجا، المفروض جيجا واحده. المهم، عندنا هنا هذا جوامع الكلم. كيفاش هذا جوامع الكلم؟ هذا البرنامج هذا فيه 1400 كتاب مجاني، يعني في الدين. انا علاش عطيت لكم هذا الكتاب؟ لانه فيه كل كتب الحديث بطريقة مسهلة، كيفاش تعرف الحديث صحيح، الحديث ضعيف، مشكوك فيه، مكذوب. أي حديث معناها تقدر تجيبه. يعني لما يجيك هذاك الخارجي المارق اللي مرق من الدين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نحن نحطوا البحث نشوفوا المارقة هذه، المارقون من الدين، كما هذا القرضاوي هذا. يعني كي يجيب لك حديث والله يلعبها لك، قال فلان في كتابه الفلاني، منا تسهل له الموضوع. لما يقول لك قال لك فلان في كتابه الفلاني مهما كان، ياك يقول له لما قال في كتابه الفلاني كذا، عن من المفروض أنه لما يقول لك إنسان قال فلان ابن فلان في كتابه الفلاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لأنه إذا كان يوصل لي في العلم، يوصل لي في العلم تاع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اجتهد راح بحث عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد ما كثير ناس عملوا بحوث في هذا البرنامج، كثير برامج يعني عملوا بحوث، يقول لك لقاو أنه فيه أكثر من 100 حديث يحرم الخروج عن الحاكم. كيفاش القرضاوي قال لك اخرج عن الحاكم؟ يعني حاكم مؤمن والله فاجر والله فاسق، اللي حبيت تسميه، المهم مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هما على بالك وش يعملوا؟ ما أنهم يكفروا قبل يبدأ يكفر، يعني يبدأ إنه كذا وفيه مذهب فلاني وإنه يتبع كذا، كما كفروا صدام الله يرحمه، كفروا القذافي الله يرحمه، اليوم مكفرين بشار الأسد، وهي في الحقيقة هي أمريكا هي اللي كفرتهم. سمعتوا؟
هذيك امريكا هي تكفر كما تحب. اليوم شوفوا هذا العلماء الصهاينه هذو كلهم سكتوا لانه امريكا قالت خلاص راح تحبس الحرب في اسمها، كلهم سكتوا على بشار الاسد. البارح كفروا صدام حسين لما مات بداوا يبكوا عليه، يعني من عند الكعبه كانوا يكفروا فيه. هذه ما ننساوهاش هذه. حتى القذافي اللي حامل القران بروايه قالون كامل. المهم نكملوا في الاسماء. عندنا هنايا قال مثلا نعملوا بحث، كليكي هنا الفوق نعطوه صح يمرقون. ها مثلا يمرقون، انا اعطيت لكم هذا الحديث يمرقون من الدين، اكتب يمرقون، اعطيه يشرشي. هاو يشرشي هنا، يشرشي لك في 1400 كتاب، معناها فيه صحيح البخاري صحيح مسلم، كل الكتب راه محطوطين هنايا. هاي هم يطلعوا الان، ها 1000 وشي 1300 1400 كتاب تم البحث. الان وش تعمل؟ قال مثلا هنا في، تشوف هذا الحديث هاو يطلع لك هنايا الحديث، تروح بكل سهوله ما يعبر عليك ما يجي يقريك، بكل سهوله تعمل عرض كما عملت، بعد تروح الحكم على المتن. هاوينا الحكم على المتن صحيح صح. الان وين نروح؟ نحب نروحوا، قال احنا العلم الدرايه نزيدوا نشوفوا. قال مثلا هنا الحكم على السند، اسناده متصل رجاله ثقات رجاله رجال البخاري. هما مرات مثلا يقول لك اسناده كذا لان فيه كذا فلان لانه صدوق ولا صادق ولا ينسى ولا حاجه. المهم اسمع، المهم عندك هذا هنا تعود ترجع للبحث العام، اكتب له اي حديث وحوس. مثلا هنايا وش نقولوا هنايا اتنقراو هذا مليح، هذا على ذي الخويصره، هذا جد القرضاوي وجماعته والناس اللي معاه اللي راهم في سوريا ولا في الجزائر ولا في اي مكان. زيد هنا وين نروحوا؟ قال مثلا احنا عندنا تقسيم موضوعي. تقسيم موضوعي هنا عندك مثلا حاب تروح الاحاديث اللي في العبادات، ولا نروحوا احنا قال مثلا الفتن والملاحم، الاحاديث اللي في الفتن والملاحم. هاي الفتن والملاحم عندك علامات الساعه، الاحاديث اللي في علامات الساعه الصغرى والكبرى، هاي قدامك تبدا تفتح وتشوف تتحقق من الاحاديث نتوعك. هاي خروج النار مثلا، هاي تروح له عرض الحديث، يعني كليكيت تروح لعرض الحديث، يعرض لك الحديث شكون اسم الصحابي اللي رواه، صحيح البخاري، كليكي اعمل له عرض، يعطيك هنا الحكم على المتن، تدخل وتشوفها وين صحيح. مثلا الى علم الدرايه تروح تشوف الحكم على السند. فوالا هذه ننصحكم انا بالنسبه من بعد السنه شوفنا نزيد نشوف هنا قراءه متنوعه. هنا هم عندك الكتب، قال احنا صحيح اسمه صحيح مسلم صح، عرض الكتاب او هنا يعرض لك الكتاب. وعندك هنا تقدر تدخل معناها يعني التبويب، ها وين الابواب، هذا هنا عندك الابواب وتبدا تقرا في كتابك يا ودي مريح، قاع فرحان يا ودي ومريح. وهذاك الجرذ هذاك اللي يحب يجي ويلعبها لك هو مسلم وانت كافر، منا تعطيه. هو كي يقول لك قال فلان تقول له قال نبي الله سي محمد، ما قالش فلان، قال النبي صح. انا ننصحكم كاين مثلا هنا في التبويب قال كتاب الاماره هنا، لانه احنا اليوم راه عندنا هذا الخروج على الحكام وهذا الجرذانه اللي راهي صاريه عندنا، راك تلقى هنا كتاب الاماره. هاو كتاب الاماره، ودخلوا له شوفوا الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وش يحكي في الاماره والخروج على الحاكم، يعني فهمتني. عندنا مثلا هنايا قال احنا تقصي قراءه متنوعه، تخريج الرسائل، عندك هنا تحوس على الاخر، عندك مقارنه الاسماء صح، عندك تعريفات، هذو الكتب تاع قال احنا مسانيد تفسير القران منا الاخر، فيه مصنفات الاخر. استنى تشوف كاين الكتب تاع يعلمك معناها مصطلح الحديث، هذو ملاح ثاني، يعني حتى يعني فاكسين تعودوا تعرفوا كيفاش تحكوا مع هاد الناس، يسهل لك برك تدخل هنا البحث هو كي يجبد لك موضوع ولا حاجه، خاصه في الفتن هذه اللي رانا فيها. اكتب اسمع كيما هما كفروا يعني الحكام، كما كفروا الحكام. شفنا صدام حسين الله يرحمه شفنا يصلي، شفنا القذافي يصلي، وشفنا اليوم بشار الاسد يصلي. كاين بعض الناس يبدا يحكي لك هذا كافر، لما تحكي معاه يشغل يلعب بالك شغل دانيف ويعيط، كافر كيفاش توقف مع هذا الكافر الزنديق. نسهل لك حبيبي، النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟
ما تعيط، ما تاكل روحك، ما والو، ما يطرطق لك عرق في راسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كل من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحة وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله. وش قال؟ كل من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. بشر أسد العالم كامل شافوا يصلي، بوتفليقة شافوا العالم كامل شافوا يصلي، قذافي الله يرحمه كاع العالم شافوا يصلي. بصح هذا الكلاب هذو يتيليزاو الدين ويجيك يقول لك فلان راه كفروا، هنا ما عندي ما دخلني في فلان، هات لي النبي تاعي واش راه يقول. هذه هي خاوتي. المهم راني وريت لكم البرنامج، بس انا نعاود نرجع لكم هنا. عندكم هذا البرنامج، انا نفضل هذا البرنامج، ها هو باش تنزلوه، اكتب جوامع الكلم في الجوجل. عندكم هذا الدرر السنية، هذا في الانترنت تكتب له الحديث ويبحث لك على الحديث اللي تحبه، يعطيك صحيح مش صحيح عن فلان عن واش تحب كاع، تتعلم يعني تبحث مليح. لكن انا نفضل هذا لانه لما ما تكونش عندك انترنت ولا حاجات تقدر تقصر عليه. انا مرات نجي فيه 3 سوايع 4 سوايع نكتب برك. مره كتبت له اهل المغرب، لو تكتبوها لما تنزلها انت حوس عليه، كتبت له اهل المغرب وش يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح: لا يزال اهل المغرب قائمين على الحق حتى تقوم الساعه. سمعتوا؟ هذه هي. المهم اللي يحب ينشر الفيديو ينشره لوجه الله، واللي يحب يعني كاين بعض الناس ما عندهمش انترنت مساكن والله عندهم انترنت ضعيفه، حطوا في سيدي ولا حطوا في الاخر، قسموا على الناس، قال يودي شوف النبي تاعك واش راه يقول، ما تتبعش هذا الاخر. لانه نقول لكم حاجه ياك، المشكل اللي وصلنا له هذا اليوم تاع الخوارج اللي خرجوا بداو يخرجوا في مش عارف وصلونا لواحد الحاجه انا مش مصدق واش راني نشوف نسبوها للاسلام. يعني اليوم الوحيد اللي يقدر يصدهم هو النبي عليه الصلاه والسلام، هما احاديث النبي، لانه هما كل دينهم كله مبني على قال فلان وقال فلان. احنا كيفاش نصدوهم نرجعوهم للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم هذه هي خاوتي، نخليكم والسلام عليكم، وادعوا لنا الوالد الله يرحمه، قولوا الله يرحم بوي هشام وخلاص. هيا السلام عليكم وسمحوا لنا على الإطالة.